ملفات عدة على طاولة السودان في واشنطن. تحظى زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إلى واشنطن باهتمام الأوساط السياسية والمحلية والإقليمية، إذ تأتي وسط ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية والمخاوف من اتساع نطاق الصراع. وسيحرص العراق على طرح العديد من الملفات والقضايا للنقاش داخل أروقة البيت الأبيض والمؤسسات الحكومية الأمريكية ذات العلاقة، ومنها التحالف الدولي. يؤكد العراق على أهمية استمرار لقاءات اللجنة العسكرية العليا بإنهاء مهمة التحالف الدولي وتحديد سقف زمني لذلك وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي. الدولار والعقوبات. سيطرح السوداني خلال زيارته ملف العقوبات على 32 مصرفا مع وزارة الخزانة الأمريكية، وسيطرح العراق حلولا جاهزة لرفع العقوبات وإعطاء فرصة لإصلاح المؤسسات المصرفية العراقية بالانسجام مع المعايير الدولية. الملف السياسي. أن العلاقات العراقية الأمريكية تربطها جملة من الاتفاقيات الأمنية والسياسية، إلا أن هذه العلاقة تحددها العديد من العوامل الإقليمية والدولية التي تتسم بالتعقيد، ومنها عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة وتداعيات حرب غزة. التعاون الاقتصادي والاستثمار. هذا الملف سيكون حاضر في النقاشات التي يجريها السوداني في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ترغب الحكومة العراقية بزيادة التعاون الاقتصادي وأن يدخل الأمريكان في استثمارات طويلة الأمد في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن ينتج عن الزيارة تعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي، انسجاما مع توجه الحكومة العراقية بإدخال المهارات التقنية في المناهج الدراسية وإدخالها في المياه والزراعة. ومن بين الملفات التي من المتوقع أن يتم مناقشتها تتعلق بالأزمات المتكررة مع إقليم كردستان وواقع حقوق الإنسان. ملفات عدة وغايات طموحة، هل سيتحقق الهدف المنشود منها؟